اليوم رح نعمل أنجح عجينة قطايف ممكن تعملوها. مستحيل تفشل مع أي حدا فيكم حتى المبتدئين. شوفوا النتيجة عندي ما أحلاها، طرية كتير ورح تضل طرية لكذا يوم، بتلزق منيح ومستحيل تفتح معكم وقت القلي أو الشوي. وبهالفيديو رح نحكي كل أسرار نجاح العجينة معكم. أول إشي بالخلاط راح نحط 3 أكواب من المي الدافي المائل للسخونة، كوبان من الطحين، نص كوب من السميد الخشن، 3 معالق كبيرة من السكر، 3 معالق صغير من البيكنج باودر، رشة من الملح ورشة من البيكربونات. راح نخلطهم كلياتهم على سرعة عالية مدة مو أقل من 7-8 دقايق لحتى ما يضل عندنا أي تكتلات. شوفوا عندي نتيجة ما أحلاها. راح نصبها في مصب القطايف ونتركها ترتاح 10 دقايق. هلأ حنبلش نخبز القطايف. النار أول إشي بتكون عالية، بعدين بنعملها متوسطة وبنحط الحبات لحتى تنشف تماما معنا زي ما احنا شايفين ونحصل على هالشكل الرائع. شوفوا عندي نتيجتهم صراحة أكتر من رائعة. بعدين هون بالنسبة لحشي حبات القطايف لكم حرية إنكم أنتوا تحشوها باللي بدكم إياه. أنا هون حشيت بالجبنة وبالقشطة وممكن كمان تحشوها بالمكسرات. شوفوا عندي كيف لما أنا سكرتها كيف سكرت معي كتير منيح. رح أقلي قدامكم كم حبة لحتى تصير عندي مقرمشة. شوفوا عندي كمان كيف إنها وقت القلي ما فتحت معي أبدا. راح نحطها بعد القلي عندي بقطر بارد وتقيل. وشوفوا عندي كيف شكلها. هون هدول اللي أنا عملتهم بالقشطة وصحتين.